بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة وطالبات الصف الأول زخرفة نظام الجدارات. بإذن الله النهاردة هنشرح درس جديد في الرسم الهندسي. هنجيب الكتاب الخاص بالجدارات، هنبتدي نشرح ازاي ننصف زاوية إلى قسمين متساويين وإلى 4 أقسام متساوية. نحضر الأدوات الهندسية. ابتدي بالمسطرة، اخد خط مستقيم واعمل زاوية، اجي عند الزاوية اسميها ألف وابتدي افتح فتحة مناسبة بالبرجل واخد قوس يقطع الضلعين في نقطة لكل ضلع، ومن النقطة من كل ضلع اخد قوس في الهواء، ومن ناحية ب قوس، ومن جيم قوس، هيطلع لي نقطة تقاطع ما بين الأقواس. هوصل ألف بالقوس ده، يبقى أنا كده عملت تقسيم لزاوية معلومة إلى قسمين متساويين. أهي تنصيف زاوية معلومة. نبتدي نشتغل الرسمة التانية. هاخد خط مستقيم واجيب المثلث بتاعي عشان اعمل زاوية قايمة. واوصل من عند نقطة ألف خط عمودي، هتطلع لي زاوية قايمة. اجي من عند نقطة الزاوية وافتح فتحة مناسبة واخد قوس كبير هيقطع لي الضلعين في نقطتين. هسميها ألف ب ج. هاجي عند النقطة ب وبنفس الفتحة اخد قوس، واجي عند ج نفس الفتحة واخد قوس على القوس اللي قطع لي الضلعين. كده انا قسمت الزاوية القايمة الى 3 زوايا، يبقى عندي 3 اقسام من الزوايا مستقيمين متساويين. يبقى انا كده عملت تنصيف للزاوية القائمة الى 3 اقسام. تقسيم زاوية قائمة إلى 3 أقسام متساويين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.